السلام عليكم، أنا ريم من ريمز كيتشن، واليوم حنسوي فudgy براونيز. الفudgy براونيز دي وديتها بجد الأسبوع اللي فات، والأولاد كانوا قاعدين يفطروها، يعني عجبتهم وقاعدين يفطروها، فسألوني من فين جبتيها، مرة لذيذة. قلت لهم أنا سويتها في البيت. إحساس إنه فكروها من برا وأنا سويتها في البيت كان مرة جميل. عشان نعرف كيف نسوي الفudgy براونيز اللذيذة خلونا نروح المقادير. حنحتاج من مجموعة الطبخ من لور باك الزبدة حقة الخبز، وحنحتاج دقيق أبيض متعدد الاستعمالات، سكر أبيض وسكر بني، بيض بدرجة حرارة الغرفة، فانيلا سايلة، بودرة شوكولاتة مرة. استخدمت نوعين شوكولات شيبس، واحد سيمي سويت اللي هو الحلا حقه مو كتير، والتاني ميلك شوكولات اللي هي شوكولاتة بالحليب العادية اللي سكرها يعتبر كتير أو مظبوط، وآخر شي رشة ملح. ودحين خلونا نروح لطريقة التحضير. أول شي حنسوي حمام مائي، حنجيب قدر ونحط فيه موية نسيبها لما تغلي. لما تغلي حنضيف للقدر زبدية مناسبة لحجم القدر، والموية اللي قاعدة تغلي ما نبغاها تمسك الزبدية من تحت عشان لا تخرب علينا الشوكولاتة. حنضيف كمية الشوكولاتة اللي عندنا ونقلبها في الحمام المائي إلين ما تدوب تماما. ما نبغى ولا شوكولات شيب تكون باينة، يكون شكلها زي كذا. أول ما توصل لدي المرحلة تكون دابت تماما، حنضيف لها الإيش الشوكولاتة البودرة. لما نضيف الشوكولاتة البودرة حنطفي النار على طول، خلاص ما نبغى حرارة وما نبغى الحمام المائي. حنفضل نقلبها إلين ما تمتزج كلها مع بعض. لما تمتزج نشيلها ونسيبها على جنب. دحين حناخد زبدة الخبز من لور باك، حنستخدمها على طول من التلاجة، ما يحتاج نسيبها برا لأنه اوريدي هم عاملينها عشان تساعدنا في الخبز وما يحتاج نفضل نستناها لين ما تدوب. نطلعها من التلاجة على طول ونستخدمها. دحين أنا قاعدة أوريكم إنه مقسمة 100 جرام، بين كل خط 100 جرام. أنا دحين أحتاج عدد معين من الجرامات، سو أنا قاعدة بأشر في السكين عشان أعرف إنه إلين هنا وبس، وأغرز السكينة بعدين وأقدر أطلع الزبدة براحتي. هاخد الزبدة وأحطها في الزبدية اللي حخلط فيها وأضيف لها السكر. أخلط الزبدة والسكر مع بعض إلين ما لونهم يصير كده أصفر باهت وينخلطوا مع بعض مظبوط. بعد ما خلصنا السكر حنضيف البيض، حنضيف بيضة ونخلطها لين ما تمتزج مظبوط، بعدين نضيف بيضة ونخلطها، بيضة نخلطها، وعلى ذا الموال. بعد ما خلصنا من البيض حنضيف خليط الشوكولاتة اللي عندنا. أبغاكم أنتوا تسووا البراونيز تحاولوا شوية تستعجلوا عشان ما أبغى الشوكولاتة بعد ما دابت ترجع تجمد مرة تانية وحيصير خلطها صعب. حنضيف الشوكولاتة ونخلطها مع بعض إلين ما تمتزج مظبوط ويصير كده لون الخليط بني. بعدها نضيف الفانيلا وبرضه نخلطها. وآخر شي حنضيف الملح والدقيق. الدقيق حنضيفه على دفعتين، أول دفعة ونحرك، بعدين دفعة تانية ونحرك. نحرك الدقيق بس إلين ما يختفي لونه. أول ما يختفي لونه على طول وقفوا خلط، لأنه حيتكون معانا جلوتين وحيخلي البراونيز حقتنا قاسية. تخلطوا إلين ما يختفي اللون الأبيض وتوقفوا على طول. هستخدم صينية فرن مربعة وأغطيها بورق زبدة أو parchment paper، أو إذا ما عندكم عادي استخدموا زبدة، بس أنا بستخدم ده عشان أقدر أرفعها بعدين لما تستوي. هاخد الخليط وححطه في أو حوزعه في صينية الفرن، وأحاول يعني أحاول أوزع الخليط في كل مكان في الصينية، ما يكون مكان فاضي. بعدين حندخلها في فرن مسبق التسخين، يعني اوريدي وصلت درجة حرارته 180 درجة مئوية. ما تدخلوه وهو بارد، لا لازم يكون سخن ووصل لدرجة الحرارة. حنسيب البراونيز في الفرن مدة 35 دقيقة، بعدها نطلعها. وبكده لا لسه استنوا، لما تطلعوها بعد 35 دقيقة حطوها على جنب تقريبا ساعتين أو إلين ما تبرد. لازم تبرد مظبوط، بعدها حنقدر نشيلها ونقطعها. وبكده نقدر نقول إنه خلصنا فيديو اليوم. إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا لما تجربوا الفجي براونيز تصوروها وتبعتوا لي هي على انستغرام. حقيقي لازم تجربوها. أولا لما تحطوها في الفرن وتبدأ يعني تبدأ تصير براونيز، ريحة البيت حتصير جميلة. البيت كله ريحته براوني، متماسكة من الأطراف من النص، مرة لينة ولذيذة. طعم الشوكولاتة فيها بيرفكت. كلوها مع حليب بارد ولا مع شاي ولا مع قهوة، أي شي يروقكم ومرة حتنبسطوا. أشوفكم فيديو تاني قريب إن شاء الله. بالعافية عليكم، أحبكم ومع السلامة.